السلام عليكم كل متابعين القناة الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل الولي ودي قناة شوارع ومعالم اسكندرية. موضوع حلقتنا اليوم عن إيه؟ موضوع حلقتنا اليوم عن أخطر حارة كما تسمى في الإعلام وفي الصحافة، مشهورة إن هي إمبراطورية الكيف أو المخدرات اللي أمامكم. حارة البطارية. حارة البطارية تعد من أخطر وأهم وأشهر الحارات الموجودة في حي الجمرك المشهورة بتجارة المخدرات والأباطرة أباطرة المخدرات. ولكن تابعونا لنهاية الحلقة، أكيد فكرتكم هتتغير إن شاء الله عن حارة البطارية. اللي ما عندوش فكرة فين حارة البطارية في اسكندرية، كتير من أهالينا في اسكندرية يسمعوا عن حارة البطارية سمع، ولكن في البداية فين حارة البطارية؟ ليه سموها حارة البطارية؟ ايه اللي موجود في حارة البطارية؟ اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد عن اسكندريه يوصل لكم الهم. ما تنسوش ادعمونا بالاعجاب من اسفل الفيديو. في البدايه كده، لو سالت اي حد في الاحياء الراقيه في اسكندريه قلت له إيه فين حاره البطاريه، هيقول لك انا ما اعرفش غير بطاريه العربيه. اللي ما عندوش فكره بقى فين حاره البطاريه، بص يا سيدي بص يا ستي، احنا موجودين في اهم شوارع حي الجمرك. ده شارع النصر اللي امامكم، ده شارع النصر من الشوارع اللي تم شقها او انشائها سنه 59 60 61 62. قسم حاره اليهود اللي على الشمال عن حاره البطاريه اللي على اليمين. حاره اليهود اللي على الشمال وحاره البطاريه اللي على اليمين كانوا متداخلين في شوارع داخليه مع بعض، ابو الملاح وابو الغربي. ولكن عند انشاء هذا الشارع اللي امامكم تم فصل حاره اليهود على الشمال وحاره البطاريه على اليمين. ايضا اللي ما عندوش فكره، احنا خلفنا باب 10 ابواب من اسكندريه. خلفنا باب 10، على اليمين باب 6 وباب 14. وايضا على اليمين في مسجد ابن خلدون من اشهر مساجد حي الجمرك، اللي كان مكانه مسجد سيدي مسعود. ايضا على يمين الصوره منطقه حمالين الجمرك، ان شاء الله نعمل لها حلقه باذن الله. وبعد كده باب الكرسته. ايضا اللي ما عندوش فكره اقول لك يا سيدي، عارف زنقه الستات؟ زنقه الستات امامنا، فندق امون امامنا، فندق اسكندريه امامنا، المنشيه امامنا. هي هتكون على يمين زنقه الستات لو انت خلفك باب 10 زي ما احنا موجودين. عارف كوانا؟ اللي على قمه كوانا ده شارع الباب الاخضر او شارع السكه الجديده. ادخل في شارع السكه الجديده والباب الاخضر هتوصل لحاره البطاريه. عارف تمثال محمد علي؟ خلي تمثال محمد علي في ظهرك واتجه ناحيه فندق امون او فندق اسكندريه، هتوصل لحاره البطاريه. احنا كده دخلنا حاره البطاريه. ليه سموها حاره البطاريه؟ احنا بنقول عليها حاليا حاره البطاريه عشان احنا العوام وانا منهم، ابويا وجدي وجدتي وسيدي وستي بيقولوا البطاريه الى الان. ولكن رسميا هي اسمها حارة البلقطرية. حارة البلقطرية. ليه بقى سموها البطارية ويعني ايه بلقطرية؟ طبعا الرواية الشعبية في اسكندرية زيها زي أي محافظة بتتطور وبعد كده بتبقى شيء مسلم بيه. كلمة بلقطرية تم تسميتها في عهد محمد علي باشا، لما كان حي الجمرك اسمه الجزيرة الخضراء، اللي هي المنشية وما حولها كان اسمها الجزيرة الخضراء. فتم تسمية هذه المنطقة باسم او الحاره حاره البلقطريه. هقول لكم ليه دلوقتي. ولكن مع مرور الايام والسنوات لتقل الكلمه او تحريفها على لسان العامه اللي هم سيدي وستي وجدي وجدتك واهلنا كلهم، تم تحويل الكلمه من البلقطريه التقيله الى العاميه المصريه او الشعبيه الى البطاريه. ولما سموها البطاريه بدات بقى ايه نسيج الروايات الشعبيه والاساطير ان كان في امبراطور المخدرات موجود في الحاره فاتقبض عليه عن طريق الداخليه وكان بيخبي المخدرات في البطاريه. روايات بقى كتيره جدا ان هنا كان في تجاره المخدرات عن طريق البطاريات العربيات. المهم كلمه البطاريه كانت مشتركه في كل الروايات اللي هي بطاريه العربيات، ولكن الحقيقة غير كده خالص. ليه بقى سموها البلاكترية؟ يوجد في حارة البطارية هذا المكان اللي أمامكم أبو باب أسود هذا، يوجد فيه مقام شخص
من عائلة البلقطري. مين هو الشخص؟ هو إلى الآن هو مجهول، ولكن هو من عائلة البلقطري. مين هم عائلة البلقطري بقى اللي اتسمت على اسمهم المنطقة كلها؟ اللي انتم شايفينه ده مقام أو ضريح منسي أو مهمل من الطرق الصوفية والأوقاف وكل الهيئات الموجودة في اسكندرية المسؤولة عن المساجد وعن الأوقاف وعن الأضرحة وعن المقامات. ناسية هذا المقام. مين هو بقى البلقطري اللي اتسمت عليه؟ طبعا الكاميرا حاليا بتجول في حارة البطارية. مين هو البلقطري اللي اتسمت عليه اسم الحارة واتحرفت من بلقطري إلى بطارية؟ أتمنى لا تبخلوا علينا بالإعجاب من أسفل الفيديو. الشيخ العلامة اللي اتسمت على اسم الحارة هو الشيخ العلامة برهان الدين إبراهيم ابن عيسى البلقطري السكندري المالكي. اتولد فين؟ اتولد في بلده اسمها بلقطر، طبعا موجودة إلى الآن في محافظة البحيرة، بتهيألي والله أعلم مركز أبو حمص، اسمها بلقطر، تتبع البحيرة. الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن عيسى البلقطري ولد ونشأ في مديرية البحيرة، أو وقتها كانت مديرية ما كانتش محافظة، ثم انتقل إلى اسكندرية، فطبعا تلقى فيها الفقه على مذهب الإمام مالك، وطبعا تلقى سائر العلوم الدينية واللغوية، وأخذ عن بعض علماء الأزهر الشريف. المهم الشيخ إبراهيم البلقطري كان من اول، طبعا هو طبعا درس في اسكندريه واشتهر، حتى انه كان طلبه العلم من القاهره ياتون الى الاسكندريه لاخذ العلم عن الشيخ ابراهيم البلقطري. الشيخ ابراهيم البلقطري عين طبعا، تولى مناصب كثيره، ولكن اشهرهم واعلاها عين مفتي المالكية في الإسكندرية، مفتي الصغر. طبعا مذهب الإمام مالك طبعا كان من المذاهب المشهورة جدا في اسكندرية بسبب وجود المغاربة في الإسكندرية. تم تعيينه مفتي المالكية في الإسكندرية. طبعا الشيخ إبراهيم البلقطري بما أنه كان مفتي الصغر أنشأ الكثير من المساجد في الحارة، وأوقف عليها الأوقاف، وبدأ بتدريس العلوم في هذه الحارة طبعا، ومن بعده أولاده. وإلى الآن لا نعلم من الذي مدفون في هذا المكان. العلم هذا المكان عبارة عن تم استغلاله من جهة أشخاص معينين والله أعلم، طبعا ما علينا في الموضوع ده. المهم أولاده بعده تولوا أيضا التدريس مثلهم مثل عائلة الشيخ إبراهيم باشا. الشيخ إبراهيم باشا صاحب مسجد الشيخ إبراهيم في المنشية، أولاده من بعده أصبحوا أيضا علماء ولهم مكانة علمية كبيرة. فتم تسمية الحارة باسم البلقطري مش البطارية، فتم تسمية الحارة بالبلقطرية، وهي إلى الآن على الخرائط القديمة وفي المحافظة باسم البلقطرية. تمام. لو رجعنا بقى لحارة البطارية اللي احنا موجودين فيها أو حارة البلقطرية، هي حارة تاريخية أثرية يوجد بيها لا يعني أشهر وأقدم وأهم مساجد اسكندرية موجودين في حارة البطارية. مسجد المصري أمامكم، مسجد أبو علي، مسجد علي بيه جنينة، موجودين في حارة البطارية. حارة البطارية أيضا بجوارها مسجد الإمام الطرطوشي، موجود بجوارها كوم وعلة أو كوم النضورة، مرصد المينا، بجوارها منطقة الحمالين، بجوارها المينا الغربي أو باب المينا، بجوارها باب 10 وباب 1، بجوارها أرافة بين المينائين، بجوارها حارة اليهود، بجوارها شارع السكة الجديدة، بجوارها شارع أنسطاسي، بجوارها شارع بحر بيه، بجوارها شارع باب الكراسته، بجوارها
شارع شريف او شارع الخديوي، بجوارها منطقة اللبان وبيوت ريا وسكينة. منطقة مهمة جدا 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 وأثرية جدا جدا. يكفي إن في حارة البطارية أقدم مساجد الإسكندرية، وأقدم مدرسة أو المدرسة الوحيدة الباقية إلى الآن في الإسكندرية هو مسجد أبو علي. تمام. مسجد أبو علي أقدم مساجد اسكندرية، له قصة كبيرة. ولكن حارة البطارية هي الآن مظلومة بالرواية الشعبية. مفيش مكان في اسكندرية، مفيش مكان في مصر كلها مفهوش أشقياء، مفهوش منحرفين، مفهوش مخدرات. ولكن لما دخلنا الحارة، والحمد لله الى الان احنا القناه الوحيده اللي دخلت الحاره، ناس محترمين جدا، ناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، ولكن الصالح فيهم اكثر. ناس فيهم طبقه محترمه جدا من التجار والعلماء والادباء والمثقفين والشباب والكبار، ناس متدينه، ناس متعلمه، ناس بيحبوا العمل. محلات صاغة، كل التجارة موجودة، محلات الذهب، محلات النجارة، كل هذا موجود في حارة البطارية. السمعة اللي متاخدة عن حارة البطارية سمعة ظالمة بالنسبة لي أو من وجهة نظري. طيب، ايه بقى الموجود في حارة البطارية من الدرر الأثرية في حارة البطارية من المساجد؟ نبدأ أولهم بمسجد أبو علي، ولكن ما تبخلوش علينا بالإعجاب من أسفل الفيديو. المسجد اللي أمامكم هو ده مسجد أبو علي، أو دار الحديث التكريتية المعروفة أيضا بمسجد أبو علي. المسجد اللي أمامكم أو المدرسة اللي أمامكم كان في اسكندرية في 14 مدرسة أو مؤسسة تربوية ودينية. طبعا ذكرها المؤرخين ورجال القرون الوسطى العرب الرحالة عن اسكندرية. لم يتبقى من ال 14 مدرسة غير المدرسة اللي أمامكم، المدرسة التكريتية أو دار الحديث التكريتية، اللي عرفت فيما بعد باسم مسجد أبو علي. هذا المسجد طبعا الشارع ده او الحاره اسمها حاره ابو علي داخل حاره البطاريه، وهنا في سبيل كمان، سبيل مهمل، سبيل ماء في هذه الحاره بجوار مسجد ابو علي. المسجد اللي امامكم يوجد به من الداخل لوحه تاسيسيه برخام كتب عليها ان هذا المسجد رمم في سنة 678 هجرية، يعني بالميلادي 1279، يعني القرن السابع الهجري، القرن ال 13 الميلادي. ده المسجد من الداخل. إلى الآن المسجد كما هو من سنة 678، أو ممكن يكون تم ترميمه، ولكن محتفظ بهذا الرونق والطراز غالبا المملوكي القديم. مسجد ابو علي اللي امامكم، اللي 99% من اهلنا ما يعرفوش فين المسجد ده. طبعا دي اللوحه التاسيسيه، للاسف تم دهانها بالوان اضاعت النص التاسيسي، ولكن قراناه ويقرا باذن الله، وموجود في الكتب والمراجع التاريخيه. ايضا المسجد اللي امامكم من المساجد المشهوره جدا في اسكندريه بالنسبه للعلماء والدارسين فقط، لكن العوام لا يوجد يعني الكثير يعرفون عن مسجد المصري اللي امامكم الا القليل. مسجد المصري موجود في حاره البطاريه، تاسس 1275 القرن ال 13 الهجري. مين اللي اسسه؟ اللي أنشأه حضرة الجناب المحترم الأمثل السيد علي المصري الخطاب بالصغر، ابن السيد علي المصري الفحام اللي هم كانوا يشتغلوا بمهنة الفحم. مسجد أثري طبعا، مسجد علي المصري. طبعا علي المصري من تجار الصغر في وقت إنشاء هذا المسجد. طبعا دي صورة قديمة جدا لمسجد علي المصري وقت إنشائه، وقت ما كان مياه البحر او مياه الميناء قريبه جدا من بص الصوره. يقال ان المصلين في مسجد المصري كانوا يتوضأوا من البحر. البحر كان قريب جدا من مسجد المصري قبل ردم وتوسعه شارع البحر اثناء تولي الخديوي عباس حلمي الثاني، وطبعا زياده المنشآت في الميناء. ايضا معانا ايه تاني في حاره البطاريه من الدرر؟ مسجد
طبعا ده سيدي وقاص، احنا بنقول عليه سيدي وقاص لكن هو اسمه سيدي وقاد، بجوار مسجد المصري وبجوار مقام البلقطري الغير معلوم. ايضا معانا ايه تاني؟ طبعا اللي امامكم ده مسجد علي بيك جنينة. مين هو علي بيك جنينة؟ علي بيك جنينة كان رئيس لمجلس تجار اسكندرية، ايضا تولى علي بيك جنينة بعض المناصب العسكرية. طبعا المساجد اللي موجودة في حارة البكتيرية محتاجة كل مسجد لوحده حلقة كاملة، ولكن اختصارا للوقت بنقول بس ايه كده كلام بسيط عن المساجد. المهم طبعا الموجودة ده شارع السكة الجديدة اللي امامكم، او الصاغة الكبيرة الكبرى. الصاغة الكبرى كان هنا في شارع السكة الجديدة او الباب الاخضر، والصاغة الصغيرة اللي هي موجودة حاليا في شارع فرنسا. ايضا شارع السكه الجديده امامكم بجوار حاره البلقطريه، شارع مهم جدا. طبعا هنا بقى في مصانع البسطرمه ومسجد سيدي سلام وسيدي سليمان ومستشفى بريك بتاعت القطط وشارع الخندق وشارع حمام الورشه. منطقه مهمه جدا، منطقه اثريه منسيه، مفروض الاثريين او القائمين عن هذا الموضوع الاهتمام بهذه المنطقه. اتمنى اكون اسعدناكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. ولكن سؤال اخير ممكن حد يساله: هي ليه كل المساجد دي بجوار بعضها في هذه المنطقه؟ زمان دي كانت منطقه الجمرك، جمرك اسكندريه ومينا اسكندريه، وتجار كسر وبضايع وناس قادمين من المحافظات، فكان كثرة المساجد للصلاة. ايضا اللي كان الحكومة متمثلة في الهيئات اللي كان زمان بيبني مسجد زي دلوقتي او زي زمان من فترة اللي كان بيبني مسجد لله، فكان بيعفى من اشياء كثيره. وايضا في اوقات معينه في الدوله العثمانيه كانوا بيعطوا لباني المساجد اموال او اوقاف لصرفها على المسجد، اوقاف او قطع ارض للاسراف على او الصرف على المسجد، او ايا كان بقى في مدرسه في تحفيظ قران. فكان في ميزات كثيره لبناء المساجد. اتمنى اكون اسعدناكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى.